السلام عليكم، مرحبا بكم. في فيديو ديال اليوم باغي نهضر على واحد الموضوع مهم، موضوع ديال انواع النصب الجديده اللي ولات في الهجره لكندا. السنوات الاخيره صراحه من خلال هاد 22 سنه ديال التواجد ديالي هنا في كندا شفت واحد ليفوليسيون في الطريقه ديال النصب والاحتيال على عباد الله مساكن، على الناس اللي كيعيشوا اوضاع صعيبه في البلاد وكيحلموا بالهجره لكندا، او لا كاع واخا ما عندهمش اوضاع صعيبه ولكن كيحلموا بالهجره لكندا. في هاد السنوات الاخرى 5 سنين الاخرى ولات طرق جديده ديال النصب اللي ما عمرنا كنا كنشوفوها شحال هادي. صراحه تغيرت بواحد الطريقه، والمشكل واللي كيضر في الخاطر بزاف في هاد المساله هو انه نهضر على المغرب اللي كنعرفوا المغاربه ديالنا، هو انه مغاربه كينصبوا على مغاربه. مساله اللي ما عمرك كنتي كتشوفها شحال هادي نهائيا، نسبه قليله وكانت كدير بوم ومره في 10 سنين كتسمع واحد المكتب ديال الهجره نصب على، وكتجي كتقلب كتلقاه مسكين ماشي تنصب، غا الظروف خلات انه وقع شي حوايج والامور ما خرجوش كما باغيو. انتوكا كانت قليله بزاف هذه 15 هذه 20 سنه. السنوات الاخرى ولات ظاهره النصب على الاحلام ديال عباد الله، ولاو واحد المغاربه اللي الله يسمح لي انا ديما كنرجع بهذا المثال ولكن ماشي احتقار، غير باش نعطي في العقليه ديالنا كمغاربه عندنا هذا الفهم هذا، كنعرفوا شنو هي نوع الهجره الاوروبيه اللي كانت ديال المغاربه في اوروبا والنوع ديال الهجره اللي كانت ديال المغاربه لكندا. كما كنسمعوا دائما هجره كندا كانت غالبا كما كنسميوها سابقا هجره الادمغه، او هجره ديال الناس اللي عندهم واحد الكلاس سوسيال ولا نيفو ديدوكاسيون. صراحه ما فيها لا معيور لا سبان، واقع سيتو. باش تجي لكندا شحال هادي كان خاصك ديبلوم، خاصك يكون عندك قرايه تجربه. مؤخرا الامور تغيرت، دخلت واحد النسبه ديال المهاجرين الاقتصاديين، نسبه ديال المهاجرين اللي كنسميهم انا الحراقه ديال اوروبا، يعني ديك المهاجر اللي كان البارابول ديالو داير اوروبا وكيقلب كيفاش يحرق اوروبا بديك العقليه ديال الكفاح والقتال وانا ميما سيلفين داي وما كيعقل على راسو باغي ينجح وباغي، واللي جات في طريقه يدخل فيها طول وعرض. هاد النوع ديال المهاجرين تحلات لهم واحد النافذه في واحد المده وجاو دخلوا لكندا بزاف، وهنا الوضعيه صعيبه باش يسلكوا ريوسهم، يعني كتزيد الامور كتأزم عليهم، كيولي حتى ديك العقليه اللي كانت عنده ديال ما يعقل على حتى شي واحد الا كانت مصلحته غدوز في طريق عباد الله. زادت الامور، الصعوبه ديال الامور هنا كتزيد تقوي هاد الشخصيه اللي عنده ديال ما كاينش لا اخلاق لا واش غنسميها شي حاجه اخرى، ما بعد ما مربيش ما عندوش اخلاق. هاد من بيع هاد الانواع هادو اللي كثروا بزاف، هاد لي زاجونس ديميغراسيون اللي ما عندهم حتى علاقه بالهجره، هادو اللي كيبقى في يوتيوب وتيك توك والمسائل خدام طارق الفيديوهات وكيكذب على عباد الله وكيوريهم من ليسيز ديال الوظائف ديال كندا، كيوريهم وظائف راهم محتاجين شوفورات، راهم محتاجين البلومبيات، راهم محتاجين الكول سنتر، راهم محتاجين $30 دو لور، $35 $40، وكيبقى ياخذ لي ميساج بريفي وكيبقى ياخذ عافاك اخويا شوف كيدير هي وكيبدا يتخلص من عباد الله وياخذ من عند عباد الله فلوس. هو عارف 100% انا داك السيرفيس اللي كيدير لهم امبوسيبل يجيبهم، ولاو لي كونطرا طرافاي مزورين. مغربي كيزور باش يكذب على اخوه المغربي وياخذ ليه، سمعت شي ارقام خياليه 8000 5000 $10,000 عباد الله باش يجي يكذب عليه ويجيبوا لكندا كونطرا طرافاي. انا بغيت غير ندير هذا الفيديو خفيفه ظريفه لان شفت شي قصص هذا الصباح هذا الخاطر ديالي ما قدرش نصبر صراحه. الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي في المغرب واللي كيحلموا يجيو كندا واللي باغيين يجيو كندا واللي عندهم اوبجيكتيف يجيو لكندا. انا ما غنقول حتى شي واحد ما تجيش ولا نقول ليه جي، هذيك مساله شخصيه. ولا كنتي كتسنى شي واحد في كندا يقول لك جي ولا ما تجيش راه ديجا مشكل. باغ كونطخ اللي غيقول لكم كاينه كونطرا ديال الخدمه وباغي ياخذ من عندكم $1 راه كيكذب عليكم. اللي كيقول لكم كاينه كونطرا طرافاي ولكن خصكم تخلصوني دي فخي دوسي $500 $1000 ديال الدوسي كيكذب عليكم.
الله يرحم لكم الوالدين ما تيقوش. وإلا كاع كاينه كونطرا اتصلوا ديريكت مع لومبلوايور، قول ليه يعطيك لي زانفورماسيون ديال لي زومبلوايور اللي كيقول لكم كاينه كونطرا طرافاي ديالو، واتصلوا به وسولوه واش عندك ان كونطرا طرافاي بالنسبه لتيل دومين. الا جاوبكم قولي واش سي فري كي دي فري دوسي قد وقد، وما يكذبش عليكم. هنا لي كونطرا طرافاي سي $0 و بيغ دي بيغ على حساب لي دومين تقدر تخلص لو بي دافيون ديالك. دون با مال دو كا كيقولك تخلص لو بي دافيون ديالك سي تو. الله يرحم لكم الوالدين ما تبقاوش تطيحوا في هذا الفخ هذا. النقطة الثانية اللي سمعت عليها وجاوني عليها قصص صراحة كتقطع القلب. ولاو في هاد السنوات الاخرى شي اختصاصيين مغاربة لا ما نقلبوا على شي جنسيات اخرين، ولاو اختصاصيين كيحلوا مكاتب هجرة في المغرب في المدن الكبيرة، غير مرخصين من طرف الوزارة هنايا اللي مكلفة بالهجرة. لأن باش تفتح مكتب ديال الهجرة خاص يكون عندك رخصة، وديك الرخصة كتمكن ليك تقلب عليها، كيعطيك النيميرو ديالو كمكتب متخصص في الهجرة، وتقلب واش نيت مسجل في الوزارة ديال الهجرة ولا لا. ولكن اللي مؤسف انهم مغاربة كيتاجروا في الحلم ديال عباد الله بحال هكا، كيمشيو كيحلوا مكاتب ديال الهجرة كيسميوها مكاتب هجرة بسميات كلها علاقة مع الدرابو ديال كندا، حيت عارفين حنا المغاربة كيبان لنا الدرابو ديال كندا الحلم. وكنفهم انا حلمت وكيمشيو كيبقاو يجبدوا ويافيشيو تماك ويوريو لعباد الله وظائف وهميه، وظائف اللي كاينه كياخذوها من مواقع هنايا، ولكن ديك الوظائف ما عمرك توصل ليها من المغرب. خاصك تخدم هنا، خاص تكون عندك الدبلوم ديال هنا. كيمشيو يديك وظائف ديال الكتريسيان ويوريوها لك في المغرب، مسكين تريسيان يقول لها حتى شحال كيتخلصوا في كندا. كيمشي يدي وظائف ديال بلومبي كيوريهم لك، كيقول لي شوف حتى البلومبي شحال كيتخلص في كندا، حياتك كامله في المغرب تخدمها تخلصها في عام واحد في كندا ومحال توصل ليها. ويبقاو يكذبوا على عباد الله بشي وظائف وهميه اللي واخا تجي من المغرب ما تقدرش تخدم فيها. خاصك تعاود القرايه، خاصك دي سيرتيفيكا، خاصك دو ليكسبيريونس، خاصك مونطوره ديال خاصك. وكيمشي كيقول ليه نتايا في المغرب كتشوف خدمتك هنا في المغرب ما كتسوى الزباب ديال الفلوس في كندا، وانت هنا كيولي اوبليجي بنادم حتى هو واخا ما كانش عنده ديك الفكره، كانت عنده غير كيوريوزيتي، يولي صافي كتدخل ليه السوسه في عقله، كيولي يحلم حتى هو يخرج لكندا. وعلاش انا نبقى في المغرب خدام انا ب 5000 6000 درهم، وفي كندا غنمشي وكيبقاو يقولوا لي الصالير بريت وما كيشرحوا لي حتى شي حاجه ديال الواقع ديال الحياه. المهم راك عارف الطماع اش خاصو الكذاب. والطماع هنا راه ما كنلوموش مسكين، الانسان كيحلم مزيان، انسان يحلم وعادي تحلم، ولكن ملي كتكون كتحلم وكطيح في يد كذاب كينصب عليك وكياخذ لك فلوس صحيحه. قاعده من عندي، الله يرحم لكم الوالدين، ماشي غتقولوا مغربي ديروا فيه الثقه. اللي قال لكم خلص السلام عليكم، سد المحضر، راه ما كايناش شي حاجه سميتها خلص. وحضروا ريوسكم من هاد المؤثرين الجداد اللي ولاو في كندا، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي. والله الا احلى الناس القدام هنايا الا كنشوفوهم دابا اش غنقول شي حاجه اللي غندم عليها، ربما يلومون على الاصدقاء ديالي اللي هما الذاكره الحيه ديالي هنا، كيبقى يقول ما تبقاش تدخل داك الشيء منير، ولكن اش غندير طبعي بحال هكا، ما نقدرش نشوف شي حاجه بحال هكا ونبقى ساكت عليها. واحد البورسونتاج ديال المهاجرين اللي دخلوا في هاد 5 سنين الاخرى يا خويا ويا اختي ويا امي ويا با اللي كيتفرجوا فينا واللي كيتفرجوا فيا وكيهزين الهم لوليداتهم، راه ولاو الكذابه والنصابه اللي جاي باغي يترزق على ظهركم. كاع نسبه كبيره من هاد المؤثرين الجداد اللي دخلوا، واخا ما هاد التسميه كنقولها باش نفهموا على ما كنهضروا، اما راه ما مؤثرين ما والو، جاي هنا هذه الخدمه ديالو، دار هذه خدمته في كندا، يكذب على عباد الله وينصب على عباد الله. والسلام عليكم.